السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة كده مع بعض هنعمل الكشري المصري الأصيل بأسرار وتكات لأول مرة تعرفيها. البصل اللي انتوا شايفينه ده من غير دقيق ومن غير نشا ومن غير ملح. هعرفكم النهارده السر اللي يخلي البصل يطلع مقرمش معاكم بالشكل ده، بس يا ريت قبل ما نبدا دعمونا بلايك حلو منكم. اولا بصل الكشري لازم يكون البصل الابيض، ما ينفعش خالص البصل الاحمر، وده كده اول سر من اسرار الكشري. تاني سر معانا لازم البصل يتقطع رقيق جدا زي ما انتوا شايفين كده. فانا بقطعه كده بقطعه الشيبسي، وعايزه اقول لكم القطعه دي رخيصه جدا، ثمنها ما بتعداش ال 100 جنيه. طب انا ما عنديش قطعه الشيبسي يا دعاء، هتقطعيه رقيق جدا بالسكينه. تالت سر بقى معانا اللي بيخلي البصل مقرمش وحلو قوي قوي، ان انت لازم تحمريه في زيت غزير. طب انا عامله كميه بصل كبيره بحمرها على مرتين، ولا محتاجين بقى نشا ولا محتاجين دقيق ولا نرشه بالملح ولا اي حاجه خالص. هو البصل زي ما شفتوا كده يتقطع رقيق جدا وكميه زيت كبيره وتحمريه، واهم حاجه النار تكون نار متوسطه وايدك فيه على طول. واول ما ياخد معاك اللون الاصفر الخفيف ده تروحي مطلعاه في المصفى مباشره، ما تستنيش لما ياخد لون اكتر من كده لانه هيمرر معاكي. ليه بقى؟ لان البصل زي ما انتم شايفين كده انا مقطعاه رقيق جدا جدا، فكل ما يقعد في الزيت او يتحمر اكتر من كده طعمه بيمرر وكده هتبوظي الكشري بتاعك. يبقى اول ما ياخد معاك اللون الاصفر الخفيف تطلعيه على مصفى على طول، وبعد كده نحط باقي الكميه بتاعتنا، وهتلاقوا البصل مقرمش وحلو جدا جدا، ولا محتاج يتحط على مناديل ولا اي حاجه خالص. مجرد ما بيصفي كل الزيت اللي فيه بيطلع مقرمش زي ما انتم شايفين كده. ودي كده اول خطوه معانا، عملنا البصل. الزيت بقى بتاع البصل ده هو السر بتاع طعم الكشري الاصلي اللي بيديكي احلى طعم بجد. فبناخد منه كميه وبنبدا نحمر اول حاجه كده الشعريه بتاعتنا لحد ما تاخد معانا اللون الاصفر الخفيف. بعد ما تاخد معانا لون اصفر بنبدا ننزل عليها بالرز المصري. بالنسبه للكميات دي ترجع ليك على حسب بقى عدد افراد البيت عندك. انا النهارده عملت معايا كيس من الشعريه حوالي كده 400 جرام، وعملت كيلو من الرز. كده خلاص الشعريه زي ما انتم شايفين كده خدت معانا اللون الذهبي اللي انتم شايفينه ده حلو جدا. هنزل دلوقتي كده عليها بالكيلو من الرز وهبدا احمره. وزي ما انتم شايفين كده حط على النار كده ميه بتغلي، ممكن لو عندك الكاتل او في البراد زي ما انا عامله كده براحتك خالص. اهم حاجه الرز لازم نسقيه بميه مغليه، واضيف ليه الملح. وطبعا انت بتضيفي الملح وبتدوقي على حسب طبعا رغبتك، وتبداي تحمريه. اهم حاجه وانت بتحمري الرز لازم يبقى مفلفل معاكي، يعني تفضلي تحمري فيه لما يبقى زي الخرز كده صوته كده تسمعيه، وده اللي بيخلي الرز مفلفل معاكي وحلو قوي قوي. وطبعا لما بنحمره في زيت البصل بياخد طعم البصل بقى، بيكون طعمه حلو جدا جدا. فانا كده خلاص حمرت الرز معايا تمام. هضيف له كده الميه المغليه زي ما قلت لكم تمام. اهم حاجه تضيف كده كميه بسيطه وتستني عشان البخار ما يطلعش على ايديك، لان البخار ممكن يطلع على ايدينا فبيلسع الايد، فخلي بالكم من المرحله دي. كده خلاص الرز بتاعي تمام. طبعا زي ما انتم شايفين كده بسيبه على نار عاليه، واول ما يبدا يتشرب الميه بتاعته بهدي النار جدا واسيبه لما يستوي براحته خالص، واوريكم شكله بيكون عامل ازاي. كده خلاص الرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، عايزه اقول لكم زي الفل، حلو قوي قوي. بالنسبه بقى للحمص انا بنقعه من الليل وبكب الميه بتاعته، بغير عليه الميه زي ما انتم شايفين كده تمام. وهبدا دلوقتي كده اضيف ليه ميه مغليه، اي بقوليات ضيف ليها ميه مغليه، وفص ثوم وبصلايه دول بينكهوا معانا، وضيفي كده بابريكا او شطه زي ما بتحبي براحتك خالص، وكمون وملح، وارفعه على النار يستوي معايا تمام. كده خلاص دي كده اول حاجه الحمص. وهنبدا دلوقتي نجهز كده مع بعض العدس بجبه. طبعا العدس اللي انا غسلاه بس مش اكتر من كده. بضيف ليه برده كده فص ثوم وبصلايه، وبضيف له برده كده كمون وميه مغليه، وبرده رشه من الملح، وبرفعه على النار لما يستوي معايا تمام. زي ما قلت لكم لازم ميه مغليه عشان ما يطلعش القشره بتاعته. برضو العدس ما بياخدش معانا اي وقت خالص. وعايزه اقول لكم البصل والثوم اللي انا ضفته كده للحمص وللعدس ده بيديله نكهه وطعم حلو قوي قوي. فكده خلاص هرفعه معايا على النار ونشوف الخطوه اللي هنعملها بعد كده. الخطوه اللي بعد كده بعد ما تسلق معايا تمام حطيته معايا في صينيه بالشكل ده، وده زيت البصل اللي انا حمرت فيه البصل معاكم في البدايه. ببدا بقى اعمل بيه الكشري كله زي ما قلت لكم. بضيف كده معايا معلقتين من الزيت، وبضيف كده معايا معلقه صغيره من الكمون، وبضيف له الملح، وببدا احمره كده في الزيت بتاع البصل. عايزه اقول لكم الخطوه دي بتفرق جدا. هتلاحظوا الكشري اللي انتوا بتجيبوه من بره يكون بنفس الشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي، بيكون عليه كده رشه من الكمون ومتحمر كويس جدا، وبينشفوه تماما من الميه بتاعته. فكده خلاص هو جاهز معايا تمام. الخطوه اللي بعد كده هنبدا بقى نسلق المكرونه بتاعتنا. بالنسبه للمكرونه بضيف كده معايا ملح، وبرده بضيف زيت البصل، وبضيف زي ما انتوا شايفين كده مكرونه اسباجيتي، وبضيف المكرونه اللي هي الصغيره دي. طبعا انواع المكرونه ترجع ليكي، بس دول احسن نوع يعتبر بنستخدمهم للكشري بتاعنا. ببدا اقلب كده، اول ما بحطها بس على النار وعيني عليها ما بتاخدش 7 دقايق وبتكون جاهزه معاكي تمام. هنصفي برده المكرونه بتاعتنا، وبرده بعمل لها خطوه حلوه قوي قوي بتفرق في طعم الكشري. برده زيت البصل زي ما قلت لكم هو عامل اساسي في الكشري بتاعي. بضيف برده كده معايا زيت البصل، وبضيف برده كده رشه من الكمون بس ما ظهرتش معايا، وببدا اقلب المكرونه كده في زيت البصل. وعايزه اقول لكم عمرها ما هتعجن ولا هتمسك في بعضها خالص ما دام غلفتيها بالزيت. فعايزه اقول لك انسي انها تمسك في بعضها. وعايزه اقول لكم طعمها بيكون حلو قوي قوي بسبب الزيت اللي احنا حاطينه ده. هنبدا دلوقتي نعمل كده مع بعض صلصه الكشري. الطماطم ببدا اعمل فيها كده علامه اكس، وبضيف كده ليها ميه مغليه وبحطها على النار تاخد غلوه واحده بس، ونبدا نشيل القشره بتاعتها عشان تبقى معانا بيوريه كده. وعايزه اقول لكم قوامها بيكون تقيل وحلو جدا جدا، غير لما تضربيها كده بالميه في الخلاط وتبقى
عباره عن ميه، احنا عايزين قوام الصلصه يبقى تقيل معانا. كده خلاص انا شلت القشره بتاعتي وفرمتها كده معايا في الكبه، كمان بفرمها في الكبه مش في الخلاط. ودلوقتي برده خدت كده من زيت البصل وحطيته كده معايا على النار في حله، وضفت كده عليه معلقه كبيره من الثوم، وهبدا اشوح الثوم ده بحيث ياخد معايا لون اصفر خفيف. اول ما ياخد معايا اللون الاصفر الخفيف ده هبدا دلوقتي كده اضيف عليه معلقتين كبار من الخل، وشموا الريحه بجد بقى. عايزه اقول لكم ده احلى كشري مصري هتدوقوه بجد. اتمنى بس لو وصلتوا للمرحله دي ونسيتوا تحطوا لايك ادعمونا بلايك حلو منكم. ودلوقتي ضفت كده معايا الصلصه حوالي 4 معالق كبار من الصلصه، بقلبها كده مع الثوم والخل تمام. وبعد كده هنضيف كده ايه عصير الطماطم اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين قوامه عامل ازاي؟ تقيل جدا زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. وهنضيف دلوقتي كده معانا الملح والكمون والكزبره الناشفه زي ما انتم شايفين كده. برده بضيف رشه من السكر، وبضيف كده معايا ايه معلقه من الشطه. طبعا رشه السكر دي مهمه جدا، بتعادل نسبه الحموضه اللي موجوده في الطماطم والصلصه. بنسيبها بقى تتسبك براحتها خالص. زيت البصل برده معانا زي ما قلت لكم هو بطل حلقتنا النهارده. ضفت كده حوالي معلقتين كبار من زيت البصل وعليهم كده معلقتين من الشطه، وهبدا اشوحهم دلوقتي. وخلي بالكم في المرحله دي بتكون ريحتها قويه قوي قوي. يا دوب كده بقلبها تقلبتين واضيف ليها كده من صلصه الكشري، وما تقلبيش اكتر من كده لان ممكن تتحرق وتمرر معاكي. فكده خلاص الصلصه الزيت هي جاهزه كده معانا تمام. شايفين الجمال؟ الله اكبر. اعتقد بقى مفيش احلى ولا اجمل من كده. والله يا جماعه كل الخطوات اللي بعملها قلتها لكم النهارده. دلوقتي هنعمل كده مع بعض الدقه. معايا كده معلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم، كزبره ناشفه، كمون، ملح، شطه. طبعا الشطه دي على حسب رغبتك. وهضيف كده عليها فنجان من الخل وفنجان كده من الميه المغليه تمام، وعصير برده ليمون حوالي كده عصير ليمونتين كبار، واقلبهم وكده الدقه جاهزه معانا تمام. طبعا انت بتدوقي الملح وتشوفي كده وتظبطي على حسب ذوقك. ونبدا بقى دلوقتي كده نغرف مع بعض احلى طبق كشري بجد. اول حاجه كده معانا بنضيفها الرز، بعد كده العدس بجبه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله مش ماسك في بعضه ولا اي حاجه. كمان المكرونه الله اكبر تحفه. جربوا الكشري بنفس الخطوات اللي انا عملتها معاكم النهارده والله هتدعوا لي، حلو قوي قوي فوق ما تتخيلوا. ضفت كده معايا المكرونه بالشكل ده، وعلى الوش طبعا بنضيف الصلصه وبنضيف الحمص. طبعا زيني بقى طبقك كده العين اللي بتاكل الاول. وفي خطوه هقول لكم عليها لو انتوا عايزين كله يبقى في حله واحده، بعد ما تسوي الرز وتسوي كده المكرونه وكل حاجه تعملي ايه؟ هتبداي تحطي الرز عليه العدس عليه المكرونه وتقلبيهم مع بعض، والحمص بس اللي تخليه كده على جنب، والدقه طبعا والصلصه. وبكده نكون حضرنا مع بعض احلى طبق كشري مصري بجد ممكن تاكلوه في حياتكم. حلو قوي قوي فوق ما تتخيلوا، استحاله تشتروه من بره تاني. وبكده نكون حضرنا النهارده احلى طبق كشري مصري ممكن تاكليه في حياتك. بالنسبه للتقديم زي ما انتم شايفين كده انا بخلي كده طبق فيه البصل، طبق فيه الصلصه، الشطه، الزيت، الدقه، عشان كل واحد حابب يزود حاجه معينه هو بيحبها يبقى تمام قوي. والخطوه اللي قلت لكم عليها الرز زي ما انتم شايفين كده، طبعا ده بعد ما اكلنا تمام، يعني بعد ما غرفت كده الطبق الكبير ضفت المكرونه والعدس اللي اتبقى معايا قلبتهم كلهم مع بعض. ولو حد حابب ياخد بقى ياخد ايه من الحله زي ما انتم شايفين كده. لو انتوا عندكم مثلا زي عندي اولادي بيحبوا المكرونه لوحدها، خلوا المكرونه لوحدها مفيش مشكله خالص. طبعا الكميات زي ما قلت لكم ترجع ليكم، في ناس بتحب المكرونه اكتر من الرز، وفي ناس بتحب العكس الرز اكتر، فزي ما انتوا ايه بتحبوا. بكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم. يا ريت لو عجبكم تدعموه باللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده ومع الف سلامه حبايبي.